الرجاله بتتضايق جدا ان مراته وهي بتكلمه انها تقول له ايه يا عم الحاج او ايه يابا ومالكش فيه، اللي هي العبارات اللي ممكن الزوجه تستخدمها وهي بتكلم اخوها الصغير مثلا، او تتكلم معاه بلغه الامر والنهي وهو بيتضايق من الكلام ده لانه بيحس انها مش بتحترمه بالقدر الكافي اللي هو عايزه. وممكن الزوج ينبه زوجته اكتر من مره، ورغم كده برضه هي مصممه تتكلم معاه بالشكل ده علشان هي شايفه انها ما فيهاش مشكله وما تقصدش حاجه. وفي ستات بتتضايق ان جوزها بيقول الفاظ خارجه وهو قاعد في البيت مع الاولاد كانه قاعد في القهوه مع اصحابه، او بيطلب طلبات بشكل حاد وهي بتبقى حابه ان هو يكون ذوق اكتر ويكون ارقى من كده، ومع ذلك هو بيتجاهل رغبتها وشايف ان كلامه عادي. صح ان كل واحد فينا يتجاهل رغبه الطرف التاني في بعض الملاحظات حوالين لغه الحوار، لان التفصيله دي ممكن تخلي الناس تقفل من بعض جدا. مش معنى ان الناس خلاص اتجوزت واتدبست في بعض انها تكلم بعض باسلوب وحش وتفقد الحد الادنى من الادب والرقي. واذا كنا